برازيل راس حربة بالإضافة لماكسيميليانو جواتيريش لاعب فريق نادي اندبندنتي، اللاعب اللي النهارده بيتواجد امام نادي الكابتن والقائد، لاعب نادي اشبيليا، لاعب تولوز السابق، يلعب مع اشبيليا في موسم كان صعب قوي للفريق الاندلسي، لكن النهارده منتخب تشيلي يدخل لقاء بالالوان الحمراء. امامنا هنا منتخب الملقب بمنتخب لاروخا في التصنيف العالمي رقم 54 عالميا، في حين البرتغال في التصنيف الخامس عالميا. فرنسا، اسبانيا، ارجنتين، انجلترا، برتغال على مستوى التصنيف العالمي دولة الخمسه بدنا امام منتخب العراق. فاول في مكان حلو، كرة على طول ثابته. كونسيساو ظهر بشكل مميز قوي في بطولة اوروبا الاخيرة. كونسيساو وظهر كذلك ويستمر في عطائه وامكانياته الفنية العالية، طبعا يعني ارقام قياسية، محط بالارقام القياسية العالمية. مرة ثانية هنا على طول تحضير فرانشيسكو كونسيساو كرة تسقط عالية، هدف اول والانقاذ رائع رائع رائع. فيجو روا اول فرصة امامنا هنا، كرة رأسية من روبن دياش، فرصة حلوة لكن براعة كبيرة قوي. حارس المرمى اللي تصدى لحارس مرمى سوانزي، بص كرة ملعوبة حلوة قوي من كانسيلو. وادي امامنا روبن دياش لاعب ومدافع نادي مانشستر سيتي في ارتقاء 75 لقاء وثلاث اهداف دولية. كاد ان يسلسل، انتقل الى فيا ريال في هذا الموسم بعد ما كان لعب نصف الموسم الماضي مع طبعا النادي اليوفنتوس. مرة ثانية هنا انطلاقة، ادي الاستلام على طول. جواتيريش منتخب تشيلي عايز يقدم نفسه، احد المنتخبات اللي ليها تاريخ مع المنتخب البرتغالي وايضا مع المان يونايتد، اللي هذا العام اختير كاحسن لاعب على فكره في الدوري من الجماهير والنقاد. مره ثانيه هنا استلام المهاري كونسيساو، يا ولد عدى حلو قوي، عدى ولسه كوره داخل الملعب، ولكن هنا الرايه وركنيه ثانيه في اللقاء. فرانشيسكو كونسيساو عنده المهاره، لكن هو قصير على فكره، يعني يمكن 166 167 سم. لاعب الذي بدأ في بورتو وكان في اياكس، ثم كان ليه تواجد في بورتو مرة ثانية لينتقل إلى اليوفنتوس إعارة. صبري روشن في هذا العام 28 هدف في الدوري هذا العام، رأسية الدون أمامنا لكن إلى خارج ملعب. كان البرتغال في النسخة الأخيرة لكأس العالم طبعا في الدور ربع النهائي. يا ولد بكعب حلو قوي، انطلاقة رافائيل لياو، سرعة رفع عينه يبحث عن التمرير. لياو طمع والقائم اليمين، طمع وفي القائم اليمين. حلو رافائيل لياو، حلو يا ولد رافائيل لياو. سبورتنج لشبونة النادي اللي 29، والحارس لديه ايضا 33 عام وكانسيلو 32. بخلاف كده بقى تلاقي كلهم يعني وسيميدو برضه 32، لكن في لعيبه صغيرين منهم هذا اللاعب. ادي امامنا رافائيل لياو مره ثانيه، كره بالعرض في غياب اثنين نجوم قوي كبار قوي الحقيقه، فيتينيا وايضا النجم جواو نيفيش البريمير ليج في هذا الموسم. برونو تمريره في العمق، كريستيانو رونالدو الاستلام، كونسيساو ضغط كونسيساو ولكن تطلع الى خارج الملعب. سجل كان في مرمى تشيك في بطولة الأمم الأوروبية، وكان أيضا سجل انتهى في طبعا مع تتويج البي اس جي بلقب دوري أبطال أوروبا أمام نادي الأرسنال. مرة ثانية محاولة، البرتغال قريبة من تسجيل هدف أول، كرة ترجع لكن الحكم اللقاء بيدي فاول لصالح منتخب تشيلي. شوف اللقاء بادي في هذه اللحظات على فكرة، يعني هم لعبوا في هدف. مرة ثانية الضغط من جانب منتخب البرتغال، ادي انطلاقة حلوة، برونو لمح كريستيانو رونالدو هي لكن يا ولد حارس المرمى المرات، حارس المرمى فيجو روا كرة الدور كريستيانو رونالدو. فيها برضه شيء من الأنانية، كان ممكن يمرر، لكن هي مباراة تجريبية وكل لاعب يعني عايز يطلع اللي عنده ويبتعد عن الإصابة. وادي فاصل يا ولد لعيب برناردو سيلفا قبل كده طبعا في بيرلي وليتون وسويندون وليفربول، يعني الراجل لف أندية كتيرة. مرة ثانية هنا استلام، حاولت مرور لياو عرضية قوية رافائيل لياو، قوية رافائيل لياو. يعني بعض يقول لي طب دي مش التشكيلة الأساسية، لا هو عنده من الإمكانيات اللي تسمح له انه يعني يحتفظ ببعض الاوراق وبعض الاسماء. عنده ترينكاو وعنده بيدرو نيتو وعنده ماتياس نونيش، يعني قيمة كبيرة. ميدو منتخب البرتغالي واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بلقب هذه البطولة. حديث كثيرة حول ترشيحات فرنسا، اسبانيا، برتغال، انجلترا. وادي امامنا هنا والكرة العرضية، وبلجيكا بعد تقديم عرض قوي
في مباراه حتى الان نجمها هو الحارس لورنس. طبعا فيجوروا اللي شال كورتين، مرور حلو قوي من سيميدو، كان لازم يخلص لكن يرجع مره ثانيه عايز يامنها ويضمنها. كونسيساو ترجع الى اللاعب سامو، تسديده سامو ولكن حارس المرمى يتصدى في كره يعني متوسطه القوه في متناول حارس المرمى. شوف امامنا سامويل كوستا 25 سنه. تابيا جونثالو تابيا لاعب ساو باولو البرازيلي. هجمه جواتيريش عايز يعدي. جواتيريش هيلعب العرضيه خطره وركنيه اولى لمنتخب تشيلي. اول ركنيه لمنتخب تشيلي. حلوه الهجمه اللي فاتت دي. انطونيو سيلفا مدافع بنفيكا ما انضمش. نونو تافيرش مدافع ساش طبعا مدافع برضو مميز على فكره. ماتيوس نونش لعب في السيتي وظهر في فترات يعني كان مميز فيها. ادي الكره اللي خارج الملعب، استؤنف اللعب، اتاخر جوزيسا، خطا من جوزيسا ثم تدخل امامنا هنا من روبن دياش. رونالدو هو رقم 30 ب8 اهداف. مره ثانيه هنا محاوله سامو، ركنيه ثالثه. سامو ركنيه ثالثه. 33 دقيقه. ادي سامو 25 عام، فاز مرتين خلال مشواره في تصفيات كأس العالم، لكن هنا رأسية البحث عن هدف لكن تصل عن الداون تاون او قلب لشبونه 16 كيلو. هو طبعا في احد ضواحي لشبونه. انفراد الدون هيسجل. الدون هيسجل. CR7 ينطلق ويسجل. كريستيانو رونالدو محطم الارقام، ولكن في رايه حرمنا من هدف الدون اكثر من 100 يعني هدف مع 4 أندية في مشواره ورحلته، سجل اكثر من 100 هدف في 4 أندية، ارقام قياسيه كثيره، والهدف ال 144 دوليا. رومان رقم 5. كرات الاماميه هنا كونسيساو شوف يا ولد عنده التوقع وحاسس ان سواز. برونو تحرك المره دي، مرور حلو قوي. سيميدو عمل عرضيه حلوه. صامويل بقول لحضراتكم اتفرجت عليه كتير في ريال مايوركا، جاب 7 بالبرتغالي 38 دقيقه. تعادل سلبي، ركنيه العاليه لكن شالها امامنا اللاعب فاوندي. شالها فيليبي فاوندي. 168 مباراه و51 هدف مع منتخب تشيلي. طبعا النجوم الكبار طبعا، وكان في فيدال وفي ايزلا وفي جاري ميدل، اسماء كثيره، لكن هنا برونو هناك فاول. في فاول. احسب فاول، خلينا نستمتع. فاول برونو فرنانديز. وفي طبعا ادواردو فارغاس الايام القريبه 5 اهداف في التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم 2026. البطوله السادسه. مره ثانيه الدون لكن حائط البشري، مطالبه بلمسه يد، ترتد كوره برناردو سيلفا، كوره ثابته تضيع. رافائيل لياو وهناك رايه وهناك تسلل. في رايه وتسلل. روبرتو مارتينيز انتقد كثيرا لكن رد بالفوز بقى بلقب دوري الامم الاوروبيه. فاز على المانيا. هم سوازو 28 وفيجوروا حارس المرمى. فيجوروا 32 عام. رافائيل لياو عدى حلو. لياو لكن تدخل قوي امامنا. فيليبي فواندي في التحام. اوعى منتخب تشيلي في توات. الضرب اشتغل ورومان. هنا تدخلات لان في تدخل عنيف، ومنتخب تشيلي ليس له ناقه ولا جبل، لن يشارك. دكه البدلاء دخلت ومعركه حربيه في الثالث والرابع. دي افضل نتائجهم طبعا في كاس العالم. مره ثانيه ركنيه، 5 ركنيات، طرد هنا وطرد هناك وتعادل سلبي في 3 دقائق. وقت بدل ضائع، اعتقد هنمددهم لان كان هناك توقف. هنا الضغط، هنا روبن دياش العرضيه، استعجل هي وكويم وريكاردو وادواردو بيتو وروي باتريسيو كان اخر حراس المرمى للمنتخب البرتغالي بقى قبل ان يتولى ديجو كوشتا حارس بورتو المهمه. كونسيساو مع التسكير النهارده خارج القائمه. كل من نونو طبعا مندش مدافع البي اس جي الظهير الايسر، كذلك جواو نيفيش لاعب الوسط البي اس جي، وفيتينيا لاعب البي اس جي، وغونسالو راموش لاعب البي اس جي، وايضا اللاعب ماتيوس طبعا لاعب المميز ماتيوس نونش لاعب المان سيتي. دول 5 دول مش في القائمه تماما النهارده. مع منتخب البرتغال ماريبان انطلاقه امامنا هنا من جانب منتخب تشيلي. حاولت الاستلام والانطلاق. سوازو صلح كرة حلوة الكرة، أول كرة على المرمى في بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب فيسنتي لمباراته الدولية الثانية.
فرانشيسكو كونسيساو حكم لقاء اليوم، الحكم الايطالي السيد لوكا زافيريلي حكم اللقاء الايطالي. كره ملعوبه على طول هنا، محاوله، خرج رونالدو بعد ما سجل حضور في الشوط الاول، حقيقه سجل هدف واتلغى وسدد كره انقذ الحارس بقدمه، ويعني حاول طبعا انه يعطي فرصه للاعبين، تجربه اكثر من لاعب. عندهم لقاء قادم امام نيجيريا ان شاء الله يوم 10. ادي امامنا هنا محاوله من جانب اللاعب تابيا منتخب تشيلي بشكل افضل، محاوله للتسديد، سدد قويه لكن تفقد قوتها، تروح الى روي سيلفا. كوره كانسيلو اصبح في الجانب اليمين، كانسيلو ياخد ركله ركنيه سادسه في اللقاء، 6 ركنيات. شفنا محاوله من سوازو بعد بدايه شوط ثاني، كان نشيط منتخب تشيلي وحاول عليها حارس المرمى لورنس فيجورو. بيدرو نيتو تشيلسي البلوز، جواو كانسيلو، لكن صراع مع اوسوريو، تدخل المره دي، ترجع البرتغال ممكن تسجل راسيه، البحث عن هدف، كره رايحه جايه مره ثانيه، يا ولد ايناسيو في اللقطه، لكن ايناسيو هو اللي كان بيحاول عليها الراسيه، لكن كانسيلو يلعبها ركله مزدوجه خلف. جميل 12 هدف دوري على فكره الكانسيلو منذ 2016، نجم الهلال اللي انتقل للبارسا طبعا في فتره الشتويه، وقدم موسم رائع مع البارسا، وكان ساهم في فوز البارسا بلقب الدوري في هذا الموسم، لقب ال 28 والثاني. يدينا مجال نشوف يعني مباراه مفتوحه اكتر. منتخب تشيلي بيدافع، عادي امامنا الكره ملعوبه بشكل رائع من برونو فرنانديش، مره ثانيه هنا كونسيساو دفاع منتخب تشيلي، طلع يعني وغادر البطوله كذلك ايضا، لكن امامه يعني تاريخ كان في مشوار البطوله. التبديل اللي ظهر امامنا هو دخل في اللقاء بيدرو نيتو مكان سموئيل، وادي فرصه للتسجيل، 5 تبديلات دفعه واحده للمنتخب طبعا اللي بدل اللاعبين منتخب البرتغال. تسديده عاليه وبعيده او 6 تبديلات عفوا مش عارف، لان حارس المرمى هو السادس. فرانشيسكو كونسيساو عدى، ثبته حلو، عدى من سوازو، كونسيساو العرضيه خطره، مين اللي مكمل؟ حدش مكمل والكره تطلع الى خارج الملعب. اوسوريو عدى حلو قوي، اوسوريو ضغط المره دي، منتخب تشيلي شكل افضل، الشوط الثاني شكله افضل، تواجدت المساحات. ادي امامنا البديل اللي دخل امامنا سيريتا، كرة ومحاولة هنا، لكن تحول بقى السريع برونو، المساحات، ضغط العالي من لاعبي منتخب تشيلي، عايز يخطف تابيا الى خارج. طالق في هذا الجانب الشمال، دالوت، نيفش، برونو، تمريره حلوه قوي، استلام، ممكن هدف، جيدش، يا ولد هدف حلو البديل امامنا لاعب الهلال السعودي روبن نيفش، عملها حلوه قوي الجيدش، وجيدش يسجل عائد الى المنتخب، واختيار هذا اللاعب تفضيله على اللاعب اوتو لاعب براجا. ولكن هنا التسجيل في واحده من لقطات رجع في مباراه المكسيك الوديه، التعادل السلبي اللي كانت في شهر مارس، والنهارده بيشارك عشان يسجل هدفه الدولي الثامن مع المنتخب، 8 أهدافه. جونزالو جيدش امامنا بيسجل في الدقيقه 58، لكن شوف التمريره حلوه روبن نيفش، وشوف امامنا جيدش في اللقطه اللي فاتت، وعلى طول الكره ما بين رقم 15 فرانشيسكو سيريتا وماري بان، وراح الراجل بص، لمسه مهاجم لاعب ريال سوسيداد وكان في الولفز وقبلها هنا لاعب المدافع، استبعاد انطونيو سيلفا مدافع الواعد لنادي بنفيكا، طبعا هي خيارات مدرب فضل عليه فيجا. مره ثانيه هنا كانسيلو، هل فيها ركله جزاء؟ لكن اللعب يستمر. الحارس فيجورو في اللقطه اللي فاتت 1-0. ادي امامه كمين روي سيلفا كمين في جمهوريه ايرلندا، خسروا من ايرلندا 0-2، لكن رجعوا فازوا 9-1 في المباراه اللي وصلتهم بصداره المجموعه الى كاس العالم للمره التاسعه. كره نيفش وتصدي من حارس المرمى. بص امامنا ادي كره فيها كلام، كانسيلو الى الظهير الايمن بعد خروج سميدو، دخل كمان روي سيلفا مكان الحارس جوزيه سا،
مره ثانيه استلام بالحركه بشكل حلو قوي. اللقطه دي امامنا هنا من جانب جواتيريش. تابيا استلام تابيا، لكن وسط الحصار يفتح عن يعني زاويه تسديد، لكن ما لهاش. يرجع مره ثانيه على طول للخلف. استلام المره دي من جانب اوسوريو. منتخب تشيلي ماسكين كوره. الشوط الثاني افضل. منتخب البرتغال سجل مره ثانيه هنا. محاوله من جانب اللاعب اوجستين ارسي اوسوريو تمريره حلوه قوي الى سوازو. افضل لمنتخب تشيلي. هناك تدخل، مطالبه بخطا، ليس هناك خطا. تحول السريع المره دي، سرعه لاعب البلوز امامنا. بيدرو نيتو انطلق. نيتو عدى بمهاره. بيدرو نيتو من الاول والثاني. تمريره حلوه. استلام جيدش الى نيتو. هدف هيبقى حلو، لكن جمله حلوه وشكل جميل وتمريره وفرصه حلوه قوي بعد تمريره جميله الحقيقه ما بين بيدرو نيتو امامنا. هو جيدش ادي ال1 وهو اداله ال2 امامنا. هو حطها له حلوه قوي الكره اللي فاتت دي، لكن الى خارج الملعب. البرتغال بشكل رقم ارسي. وطلع كمان اللاعب جواتيريش. طلع جواتيريش 19 وطلع ارسي. ادي امامنا هنا التمريره. الاستلام مره ثانيه هنا. دالوت حارس المرمى من نجوم اللقاء. حارس المرمى فرصه كبيره للبرتغال. ضيعوا فرص كتير النهارده. منتخب البرتغال ضيع فرص سهله في هذه المباراه. تبديلين. شوف كرة دالوت هو موجود. اللي طلع هو رقم 19 جواتيريش. على طول كرة عالية. تقدم هنا اللاعب بيثارو. التعادل يضيع من جانب منتخب تشيلي. فرصة كبيرة كانت للاعب تابيا. فرصة للتعادل منتخب تشيلي. تابيا لمسة على طول المرة دي عن طريق اتشيفاريا ساو، لكن على طول مباراة جانبية. جابرييل سوازو مقطوعه المره دي. ادي التمرير اللي في المساحه. جيدش فكر في الحل التسديد، لكن انتظر. جاله الدعم. كونسيساو صلح كره حلوه. ادي يا ولد يا برونو. موسم رائع مع المان يونايتد وعوده المان يونايتد الى دوري الابطال امامنا هنا. وبرونو فرنانديش يسجل هدف جميل. هدف حلو قوي. وايه تحس بحب كده اداها له كونسيساو. شوف هجمه من برونو الى جيدش. انتظر التحرك من كونسيساو اللي عمل الاسيست الجميل لبرونو فرنانديش اللي بيسجل هدفه الدولي 29 هدف. شوف ادي من عنده هي الاولى. تمريره الى جيدش. تحرك حلو قوي جيدش قدم اداء مميز بعد دخوله كبديل. وكونسيساو ويا عيني على الكوره على طول وهي جايه. بص كونسيساو لمسها له كده يعني ريحها له وجاي بقى يركن كوره حلوه قوي يا لعيب القائد والنجم امامنا هو في هذه اللقطه الجميله. هدف الثاني لمنتخب البرتغال. برازيل اوروبا. المنتخب البرتغالي خامس التصنيف العالمي. مرحلة إحلال وتجديد لمنتخب تشيلي طبعا للمرحلة القادمة بعد الإخفاق المتتالي بعدم الترشح لكأس. فرنانديش في الدقيقة 75. ادي الاتامس اون تارجت. شوف 8 محاولات في هذه المباراة على المرمى. 8 مقابل لا شيء. 8 بقى من اصل كم؟ من اصل 16 محاولة. و8 محاولات لتشيلي ولا كرة منهم من العارضة والقائمين. ادي امامنا المساحات. انطلاقه المرة. دالوت مدافع المان يونايتد. تمريره حلوه قوي. وادي الكرة يا ولد على التحرك كده عن طريق بيدرو نيتو. شكل هجومي افضل لكن مع النقص العددي. ادي بيدرو نيتو. تحرك حلو قوي حلوه نيتو. طبعا لاعب المان سيتي ومنهم الاربعه رباعي البي اس جي. كرة عرضية إلا شيء. هل يسجل منتخب تشيلي؟ حفظ ماء الوجه. هدف حفظ ماء الوجه. وأول كرة في اتجاه رويس كانسيلو ظهير أيسر. وحلوة الكرة يا ولد. حلوة الكرة من نيلس راتشماث أمامنا هو اللي سدد اللقطة اللي فاتت. حلوة التسديدة. بيلعب في سويسرا. بيلعب في نادي طان أمامنا اللي سدد هذه الكرة. بيلعب في أول لقاء دولي لهذا اللاعب البديل. ادي اهو أمامنا راتشماث. لمسة على طول موراليس. مينديش. كيبيدا. حلوة. هدف جميل للبديل لاعب نادي إلش الإسباني. يسجل أمامنا كيبيدا هدف تقليص. النتيجة صعبة قوي على روي سيلفا. صعب على روي سيلفا. تسديدة حلوة. الهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. شوف أمامنا هنا نيكولاس كوردوفا.
اللي بيبتسم لانه دفع بكبيده في اللقاء وسجل هدف تقليص النتيجه. استلام امامنا هنا، الضغط ما كانش موجود في اللقطه اللي فاتت. كان هنا بص امامنا روبن نيفيش كده بيحلق من بعيد وسدد كره صعبه جدا في مرمى الحارس روي سيلفا. هدف التقليص 2-1 في المباراه. 2-1 في المباراه. سجل كيبيدا هدف حلو قوي. الكره دي حلوه التسديده بص بالشمال وثبت حارس المرمى. وطبعا روبن نيفيش حاجب الرؤيه، فبالتالي التحرك كان متاخر.